مدينة بالكامل اتبنت على شكل مبنى مكون من أكتر من 20 دور تحت الأرض، واختلف العلماء والتاريخ على مين اللي بناها وإزاي أصلا اتبنت تحت الأرض بالتصميم والشكل والدقة دي في التفاصيل، ومين الناس اللي كانوا عايشين فيها وإزاي عاشوا جواها طول الفترة دي، وليه سموها مدينة الجن. وهل في تفسير لوجود حضارات تانية غير البشر كانت موجودة معانا زمان وكنا بنقدر نتواصل معاهم وخلصت، ولا يمكن الحضارات دي لسه موجودة حوالينا لحد دلوقت بس احنا اللي مش عارفين نتواصل معاهم؟ أظن إن الموضوع فيه غموض كبير جواه. الحكاية كلها بدأت من محافظة نفشهير، وبالتحديد في منطقة كابادوكيا في وسط منطقة الأناضور في تركيا، لما لقوا مدينة كاملة تحت الأرض اسمها مدينة درينكيو الغامضة، ومعنى اسمها باللغة العربية عندنا البير العميق. واتسمت كده لأنهم كل ما يحفروا لتحت الأرض بيلاقوها ومش عارفين يجيبوا آخرها لحد دلوقت. والمدينة الأثرية دي عمرها تقريبا بيعادل قرون قبل الميلاد، وتم تصميمها عشان تقدر تستوعب أكتر من 50,000 بني آدم مرة واحدة، لكن اللي سكنها فعليا كانوا حوالي 20,000 بني آدم بس، وده على مر العصور كلها. وطبعا ده مش كلامي، اللي قدروا يحددوا ده متخصصين في علم الحفريات. والمدينة دي شبيهة لأغلب المدن الأثرية اللي تم اكتشافها، وبتحتوي على أماكن مؤسسة تأسيس قديم جدا، زي إن فيها ممرات ضيقة جدا طالع منها ممرات واسعة وآبار وقنوات مائية استخدموها زمان. ده غير كمان إن كان فيها مدارس قديمة وأماكن للعبادة. بس أغرب حاجة كانت موجودة جوه المدينة دي هي مقابر الدفن، وكأنهم ما كانوش عايزين يطلعوا فوق سطح الأرض نهائي ولا حتى يشوفوه. وطبعا أول ما اكتشفوها كانوا عايزين يعرفوا مين اللي بنى مدينة زي دي تحت الأرض، واللي بنوها كانوا عايزين إيه منها. وفضل العلماء يدوروا ويبحثوا لحد ما قدروا يوصلوا لخيط بسيط وهم اللي بنوا عليه الفكرة بتاعتهم، إن الحسيين أو شعب الأناضوليين القدام قاموا بإنشاء إمبراطورية بين القرن ال15 وال16 قبل الميلاد، وقالوا غالبا هم دول اللي بنوا المدينة. بس ده ما كانش على أي استناد، وده ما كانش الرأي الوحيد، ده كان فيه آراء تانية كتير، زي إنه اتقال إن الفرجيين هم صحاب المدينة الأصليين، وأكدوا وقالوا إن الدليل على كل اللي بيقولوه في النقوش والكتابات اللي موجودة على جدران المدينة واللي لقوها بلغتهم فعلا. وطبعا ده كان مبرر وسبب قوي لتفسيرهم، لحد ما جه علماء تانيين وقالوا كلام تاني خالص، أكدوا إن المدينة دي مستحيل يكون اللي بنوها بشر زينا، لأن الحقبة الزمنية اللي اتبنت فيها ما كانش فيها معدات بناء تقدر تطلع البنى بالدقة والتصميم والحرفية دي. ده كمان قالوا إن جميع الصخور اللي تم بناء المدينة منها هي صخور بركانية لينة، وده معناه إنها تقدر تتحمل الطبقات اللي اتبنت دي كلها. ده غير إن التصميم الداخلي والهندسي للمدينة كان معمول بشكل دقيق جدا ومنظم ومتقن كمان، وده كان مستحيل يتعمل بطريقة بدائية أبدا. وأكدوا إن ظاهر جدا إن المدينة دي ما حصلهاش أي انسداد أو انهيار في جميع عصورها اللي فاتت نهائيا، وده برغم عدم امتلاكهم أي تكنولوجيا نهائي. ده غير إن المهندسين أكدوا إن أكيد كان في حضارات كتيرة ومختلفة ومتطورة، ويمكن كمان كان في حضارات غير البشر، بس أكدوا إن برغم كل ده استحالة بناء مدينة جديدة زي المدينة اللي مبنية دي حتى مع وجود آلات ومعدات حديثة ومتطورة زي اللي معانا دلوقتي. والكلام ده
زود الموضوع غموض وحيرة أكتر من الأول، وما بقاش مفهوم، والكل بقى بيسأل أمال مين اللي ممكن يكون بنى مدينة زي دي؟ وطبعا طلع كلام كتير زي إن المدينة دي اللي بناها مش بشر، اللي بنوها الجن والعفاريت عشان تقدر تخدم مملكة الشيطان من تحت الأرض. وسكان المدينة دي ما كانوش بشر، كانوا جن وعفاريت بس، وسابوا المدينة دي بعد ما تم بناء سطح الأرض وإن مكانهم اتعرف. وطبعا الكلام ده اتقال بعد ما المهندسين والعلماء والخبراء حتى علماء الآثار أكدوا استحالة بناء مدينة زي دي من البشر نهائيا. غير طبعا إن القصة دي انتشرت جدا والناس صدقوها بشكل كبير، لأن المدينة نفسها اتبنت في موقع ما يخطرش على بال بشر، ولقوها بالكامل تحت الأرض زي ما قلنا قبل كده. وقال حسن أنور محافظ نفشهير إن المدينة بتقع على عمق أكتر من 85 متر تحت الأرض، وإنها بتغطي مساحة كبيرة جدا حوالي 400 ألف متر تحت الأرض. وطلع قصص كتيرة وقتها مختلفة على طريقة اكتشاف المدينة دي، لحد ما أكدت السلطات إن تم اكتشاف المدينة دي مكانه بيهدموا البيوت القديمة وبيحفروا عشان يبنوا طرق جديدة. وده كان في حوالي 11 منطقة متوزعين حوالين قلعة قديمة عندهم. ووقتها لقوا بالصدفة وهم بيحفروا موقع أثري. لما تتبعوا الموقع ده طلعت المدينة اللي احنا بنتكلم عليها، ولقوا مدينة كبيرة جدا تحت الأرض. والمدينة دي غير إنها مبنية بالكامل تحت سطح الأرض، إلا إنها كانت غريبة جدا، لأنها مبنية على شكل طبقات وأدوار تحت بعض، وبتتكون من 8 طوابق بس. كانت بتغوص كل طابق فيها عن الطابق اللي قبله بشكل كبير. وعلماء الآثار قالوا إن في 20 طبقة من المدينة بعمق 51 متر، ودول اللي تم اكتشافهم والتصريح عنهم. والعمق المتبقي لسه في طبقات تانية كتير بس ما تمش اكتشافهم بشكل رسمي. وقالوا إن في 8 طبقات هم فتحوهم عشان يقدروا يخلوهم مزار سياحي، وعشان السياح يقدروا يتفرجوا ويشوفوا العظمة اللي احنا كنا فيها. أما الطبقات التانية دي لسه تحت البحث والدراسة، وممنوع نهائيا الوصول ليها. وقالوا كمان إن الطبقة الأولى تم بنائها من حوالي 1400 سنة، والطبقات الأعمق تاريخها هيكون أقدم بكتير من اللي احنا بنقوله. ده غير إن جوه المدينة دي يمكن رؤية أنفاق بطول 8 كيلو متر، والأنفاق دي بتوصل لمدن تانية موجودة تحت الأرض. والطرق والأنفاق دي دليل قاطع على وجود تعاون بين الحضارات، سواء حضارات بشرية أو غير كده، وده اللي احنا مش عارفينه. بس في مؤرخين أكدوا إن المدينة دي بنت من البني آدمين ومش من الجن زي ما قالوا، وعاش فيها شعوب مختلفة، والشعوب دي كانوا بيسكنوا فيها عشان يهربوا من الحروب والمذابح والإبادات الجماعية اللي كانت بتحصل في العصور القديمة. ده غير إن المدينة دي كانت بتوفر لهم كل سبل الراحة، وده لأن الطبقات اللي تحت الطبقات الأولى كانت عبارة عن غرف مخصصة للأطفال، وكان في كمان مطابخ مجهزة بشكل كامل. بس في سؤال أكيد دار في راس كل اللي سمع القصة دي: إزاي الناس دي كانوا بيتنفسوا وبيقدروا يعيشوا تحت الأرض وعلى العمق ده؟ بس اكتشف العلماء إن في فتحات للتهوية، وهم عبارة عن 15,000 فتحة تهوية موزعة على جميع طبقات المدينة على طول الممرات بشكل منظم وبطريقة غريبة جدا، وكان بيسمح بدخول الهواء للمدينة لحد أعمق نقطة جواها. وده اتعمل بشكل هندسي دقيق ومتطور وفريد من نوعه لأبعد الحدود. ده غير كمان إنهم اكتشفوا سلالم بين الطبقات عشان يقدروا يطلعوا وينزلوا عليها بشكل سلس ومريح جدا. بس غرف السكن ما كانش فيها سلالم خالص، ودي كانت حاجة غريبة جدا، محدش عارف كانوا بيوصلوا للغرف دي ازاي، واكيد في حاجات تانية ما اكتشفوهاش. ولقوا كمان أوضة كبيرة والسقف فيها على شكل صخور مدببة، ودي كانت في الطابق الثالث. وخمن العلماء
إنها ممكن تكون مدرسة، وده باين من شكلها الداخلي. واكتشفوا كمان إن في الطابق السابع كان في كنيسة تم إعدادها بالكامل، وقالوا عليها إنها من أجمل كنايس العالم، وفيها آيات من الإنجيل محفورة على الجدران بشكل دقيق وواضح جدا، وده مستحيل يكون اتعمل بشكل يدوي. وأكد خبراء الآثار إن الكنيسة دي اتبنت في عهد الإمبراطورية الرومانية، وعلى الأغلب إن المسيحيين الأوائل اللي كانوا بيعانوا من اضطهاد الدولة الرومانية قاموا باللجوء في المدينة دي عشان يستخبوا ويهربوا من المذابح اللي كانت عليهم. ده غير إن تم العثور على هياكل عظمية، بس مش للبشر، للحيوانات والمواشي واسطبلات الخيل. وكان طول السنة في المدينة دي درجة الحرارة ثابتة، وطبعا ده كان سبب كبير جدا في إن السكان كانوا بيقدروا يحافظوا على أكلهم بشكل سليم من غير أي عفونة، وكان بيتم حفظ اللحوم بشكل سهل من غير لا تلاجات ولا أي حاجة فيها تكنولوجيا نهائي. تم اكتشاف أكتر من 52 بير للمية جوه المدينة، وكان في نهر هم اللي صنعوه كان بيمر في جميع أنحاء المدينة، وكان بيوفر لهم عيشة كريمة جدا لكل سكان المدينة دي. وطلع في كلام إن المدينة دي كانت عبارة عن فندق بيلجأ ليه كل المضطهدين. أما بقى بالنسبة للحماية، فكان في طرق كتيرة للحماية وسد منافذ المدينة، وده لأن أبواب المدينة كانت عبارة عن صخور ضخمة وتقيلة جدا، وكانت جميع أبواب المدينة المطلة على سطح الأرض كانت بتتقفل من خلال صخور ضخمة ليها فتحة من النص، وكان ليها طريقة معينة، وكل طابق بيتقفل بشكل منفرد عشان لو حد يخرجوا من باب تاني أو لو حد هجم عليهم يقدروا يهربوا بسرعة. وكل باب فيهم ليه طريقة معينة. والأبواب الداخلية اللي كانت جوه المدينة كان بيتم قفلها بصخور بيتم دحرجتها عشان تتقفل بطريقة معينة برضو، بس الصخور دي ما كانش ينفع تتفتح من بره، دي كانت متظبطة إنها تتفتح من جوه بس. وهل في حاجة جوه كانوا بيقدروا يخرجوا منها لو حصل أي حاجة؟ ده محدش اكتشفه لحد دلوقتي. والمدينة كانت مصممة إن لو في حد حب يهجم على المدينة مش هيعرف نهائيا، وإن الأبواب دي هي اللي ساعدت بشكل كبير على الحفاظ على المدينة وعدم اكتشافها على مر العصور اللي فاتت كلها. ومن أبرز الحضارات اللي سكنت المدينة دي هي الحضارة الأشورية، وده بسبب إن علماء الآثار لقوا بعض النقوش والكتابات على جدران المدينة تخصهم، وآخر سكان للمدينة دي قاموا بهجرها بشكل سريع وعشوائي، وده كان في بداية القرن العشرين، لأنهم كانوا بيهربوا من الدولة العثمانية وسابوا كل أغراضهم وهربوا من غير ما ياخدوا معاهم أي حاجة. بس ما تذكرش إزاي قدروا يخشوا المدينة دي بصراحة كده، رغم كل التفسيرات المحتملة دي كلها، إلا إن محدش قدر يأكد مين اللي بنى المدينة دي وإزاي بنوها بالتصميم ده والدقة دي والتفاصيل دي كلها، وليه أصلا بنوها، ومين الناس اللي عاشوا جواها وكانوا في أنهي عصر، ولا فعلا كان في حضارات قديمة كانت أكتر تكنولوجيا مننا دلوقتي، ولا زي ما اتقال إن كان في حضارات غير البشر وكائنات غير البشر بس إحنا كنا بنقدر نتواصل معاهم وكانوا بيتواصلوا معانا. وهل الحضارات دي انتهت ولا لأ؟ يا ترى في حد فيكم عنده تفسير لده كله؟ يا ريت اللي عنده أي حكايات تخص المدينة الغامضة دي يكتب لنا في الكومنتات. أما بقى اللي عنده أي سؤال أو اقتراح برضو يسيبه هناك وأكيد هيشوفه وأرد عليه. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم فوق دلوقتي لو انت بتتفرج على يوتيوب، ولو انت بتتفرج على أي منصة تانية هتلاقوا اللينك في أول كومنت تحت الفيديو. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم، وما تنسوش تتابعوا كل حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. واوعوا تفتكروا ان دي النهاية، لسه في كتير، هنتقابل تاني، استنوني. رامز عادل، المغبى أنجي.